مرحبا بكم في سلسلة محاولات اغتيال الراحل الحسن الثاني. في هذه الحلقة غادي نشوفوا واحدة من أكثر الأحداث إثارة وغموض في تاريخ المملكة المغربية، محاولة انقلابية جريئة فيها طيارات ورصاص وخيانة اللي صدمات الملك. هو الجنرال اللي كان الراجل الثاني في الدولة قرر يتحداه وخطط لانقلاب دموي في السماء. خليكم معايا نشوفوا تفاصيل الانقلاب، شكون كان وراه وعلاش دارها وكيفاش كانت نهايته المأساوية، واش فعلا انتحر. بسم الله على بركة الله. هو الجنرال محمد أفقير من مواليد 1920 من نواحي بودني بإقليم فيقيق، من عائلة أمازيغية بسيطة. الظروف القاسية خلاته يمشي يخدم في صفوف الفرنسيس لمدة 17 عام تقريبا، تعلم فيها أساليب القمع والمخابرات والتجسس. من بعد ولا قائد في الدرك الملكي ودار سمعة أن قلبه قاصح وما كيرحمش، الشيء اللي خلاه يقرب من القصر بالزربة وبالضبط من الحسن الثاني، واللي في العهد ديالو رجع وزير الدفاع ومدير المخابرات، يعني السيد شد الداخلية والجيش وحتى الإعلام. ايوا يا سيادنا، كان كيحكم في كل شيء من مورا الكواليس، ومع الوقت الطموح ديالو بدا كيكبر والطمع في الحكم ما بقاش عاجبو يكون الظل ديال الملك. ومن بعد انقلاب الصخيرات في 1971 واللي شفنا التفاصيل ديالو في الحلقة الفايتة، العلاقة بينه وبين الحسن الثاني بدات كتوتر اكثر شيء ان هذا الاخير وصلته رسائل مشفرة ان أفقير كان حتى هو متورط، ولكن ما كانش الدليل. هنا الملك بدا كيعطي صلاحيات للناس اخرين بحال الجنرال دليمي. ايوا السيد شاف راسو بدا كيتقصى وحس بالخطر، اول حاجه فكر فيها هي يصفيها ليه، ولقى بلي الحل النهائي هو يدير انقلاب. استغل المناصب العليا اللي شاد باش يكسب ولاء الضباط في الجيش، زاد ليهم في الاجور وبنى الجوامع في القواعد العسكريه. من الاخر بغى يحسن الصوره ديالو على حساب الملك. هي فاش حط خطه بسيطه ولكن فيها خطوره. قبل ما نقول لكم عليها ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو اللي تاعهم الفائده. دابا نرجعوا للخطه اللي كون صدقات كون غيرت تاريخ البلاد. أفقير كان راس الحربة والعقل المدبر للمؤامرة، أما منسق العملية كان قائد القوات الجوية الملكية الكوموندون محمد أمقران، واللي وافق يشارك معاه تحت التهديد حيث كان شاد عليه دليل على التورط ديالو في انقلاب الصخيرات. زيد عليهم منفذ العملية الرائد وافي قويرة وطيارين آخرين بحال زياد وبوخالف وغيرهم، وكانوا حتى اللي مشاركين في هذه العملية وما في راسهم ما يتعاود بحال قائد السرب صالح حشاد والطويل. الجنرال أفقير اختار النهار اللي غادي يرجع فيه الملك من العطله ديالو الصيفيه اللي كان كيدوزها في فرنسا، ويهجموا عليه بمقاتلات حربيه من طراز F5 امريكيه الصنع منين تدخل الطياره الملكيه للاجواء المغربيه. ومن بعد أفقير غادي يسيطر على القصر والمؤسسات ويحط ولي العهد تحت الوصايه وهو يحكم البلاد. كل شيء كان محسوب، توقيت ومنفذين العمليه وحتى رد فعل القوات الارضيه، الا حاجه وحده غفل عليها وما دارش بحسابها واللي كانت سبب فشل الانقلاب واللي غادي نقول لكم عليها في اخر الحلقه. المهم ان الملك كان معول يجلس شهر في فرنسا حتى جاتو معلومات من المخابرات الفرنسيه انه كاينين تحركات غير طبيعيه في الجيش المغربي، وقرر يقطع العطله ديالو ويرجع نهار 16 غشت 1972. مع العشيه دخلت الطياره الملكيه للاجواء المغربيه، وفجاه 6 ديال الطيارات حربيه بدات كتحوم قريب منها واللي غير 3 منهم مسلحين. في الاول الطاقم اعتقد انهم مرافقين شرفيين حتى بداو 2 منهم كيتيريو الرصاص باستخدام المدافع الرشاشه وضربوا الجهه الخلفيه حيث كانوا عارفين ان الحسن الثاني دائما تيجلس اللور، غير ان هاد المره جلس من مورا البيلوت محمد القباج حيت كان شاك في شي حاجه غادي تطرا. الرائد الوافي قويره اللي حاول يهجم في الاول اكتشف ان طيارته فيها عطب تقني وما كتطلقش الرصاص. هي فاش امر زياد وبوخالف ينفذوا العمليه، ومنين شاف باللي الطياره الملكيه ما طاحتش رغم انهم استهدفوا المحركات والهيكل، قرر يدير عمليه انتحاريه ويصطدم بها، غير ان اصحابه الجوج قنعوه باش يتراجع وانسحب في اخر لحظه، ولكن الطياره ديالو تحكات مع الطياره الاخرى وضغط على زر القذف الاوتوماتيكي للكرسي وطار بالباراشوت وطاح في ضواحي سوق الارباح، وديك الساعه شدوه الجدارميه. في هذا الاثناء مهندس الطيران اللي كان مرافق الملك هضر مع المهاجمين وقال لهم الملك تضرب في عنقه وجرحه خطير. هي فاش قرروا ينسحبوا ورجعوا للقاعده الجويه في قنيطره غير باش يشارجيو الطيارات بالرصاص ويرجعوا يكملوا داكشي اللي بداو. وبصعوبه قدر محمد القباج يهبط الطياره في مطار الرباط رغم الاضرار. الملك نزل بالزربه منها حيت كان عارف باللي غادي يرجعوا يكملوا الهجوم في الارض، وداكشي اللي كان. من بعد دقائق قليله ضربوا صاله الزوار في المطار واللي تقتل فيها 8 ديال الاشخاص و50 ديال الجرحى من بينهم 4 الوزراء. الحسن الثاني قدر يخرج من تما ومشى في طريق فرعيه في الغابه حتى وصل للطريق العام ودار اوتوستوب وخدا طوموبيله ديال واحد الراجل ومشى طاير لقصر الصخيرات. وقبل كان عطى الاوامر للموكب ديالو باش يمشي للرباط واللي حتى هو ضربوه واللي كان كيحساب لهم انه كاين فيه. المحاوله الاخيره قصفوا القصر بالمدفعيات الثقيله واللي هاد الوقيته كان الحسن الثاني وصل لمقر قياده الجيش
الجيش بالصخيرات، امر الجيش والسلاح الجوي باش يسيطروا على القاعده في قنيطره ويشدوا كاع اللي فيها. ومن بعد ساعات قليله سالت هاد الجره عاوتاني بسلام. والروايه الرسميه كتقول ان اوفقير انتحر في المكتب ديالو، غير ان بزاف ديال الناس وحتى افراد العائله ديالو كيقولوا باللي اوفقير ما انتحرش ولكن تصفى باوامر ملكيه. كيفاش ممكن ينتحر ب6 ديال الرصاصات؟ هادشي طرح شكوك كبيره وخلى القصه تبقى مفتوحه حتى اليوم. تحكم على قويره وامقران و7 ديال الطيارين بالاعدام، وصدرت احكام كتراوح ما بين 20 و3 سنوات حق بزاف ديال المتهمين. وهكذا طاحت اخر ورقه من اوراق اللعبه، وبقات البلاد عايشه على ذكرى جوج انقلابات اللي مازال الغبار ديالهم ما تصفاش للان. واوفقير بالرغم من معرفته الشخصيه بالملك غفل على واحد تفصيل صغير، هو ان الحسن الثاني كان سريع البديهه وذكي بزاف ودائما كيطيح واقف. هادشي اللي ادى لفشل الانقلاب بعد فضل الله طبعا. كانت معكم فاطمه الزهراء السنباطي من قناه اصداء التاريخ. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.